عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا في احسن حال. مرمطت حرفيا النهارده بمعنى الكلمه، عملت الحواوشي والكيكه والكلام دوت، فحرفيا ما بقتش قادره اقف على رجلي خالص. غسلت المواعين طبعا اللي بعد الكيكه، وكل ما الاقي حاجه اعملها قدامي فحرفيا اتهلكت. فهنعمل اكل ايه بقى النهارده؟ هنعمل السمك. طبعا معايا انا كيلو سمك وسط، ونضفته طبعا ونقعته واديته شطفه و رصيته كده عشان اعمل معاكم التتبيله على طول، عشان انا فعلا خلاص مش قادره بجد. معانا هنا كزبره، ومعايا هنا 4 فصوص من الثوم، ومعايا طماطمايه، ومعايا قرن فلفل. دي كده تتبيله السمك. تتبيله السمك معايا كده بقت تمام جاهزه. بس هحط بس التوابل معايا: كمون، كزبره، ملح بس. هتقولي اي حاجه تاني؟ لا، ما بحطش اي حاجه تاني خالص. اهو السمك بردك لازم يكون حادق من جوه، عشان خاطر بيدي نكهه حلوه. السمك لما بيبقى حادق احسن ما يكون دلع، بالذات في السمك المقلي. هروح بقى اضربهم كلهم في الخلاط. كفايه انا معايا هنا كده اتضربوا اهو تمام كده اهو. مش عارفه المواعين دي بتجيلنا منين بجد. الواحد تعبنا بجد. ايه المواعين دي؟ كل شويه مواعين كل شويه مواعين، في ايه بجد؟ كده اهو. تتبيله معانا كتير، نحط براحتنا. اسهل اكله انا بحب اعملها على طول، وبعدين بقالنا كتير كده ما اكلناش سمك مقلي. على طول بناكله مشوي، بنستسهل واروح جايه مخليه حماتي تولع الشاليه ونعملها على طول. فالمره دي انا قلت لا، انا عايزه اكله عايزين ناكله متحمر يعني كده مقلي. حرفيا مش قادره ارفع رجليا. اول لما صحيت الصبح نزلت رحت شفت. بالمناسبة أنا لسه واخدة محل صغنطوط 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 زيادة عن اللازم. واخداه إن أنا أحط فيه الحاجة، وإن شاء الله تبقى حاجة خير علينا يا رب. كده اهوت. ومش يعني المحل مش مليان. المحل مفيهوش غير هما كام طبق على كام صينية على الحاجات دي يعني. بس تمام اهو، عشان خاطر اسلي، عشان خاطر اشوف ايه رست الدنيا معانا. بغسل، شوفوا انا بغسل الحاجات اول باول، بس برضه مفيش فايده برضه. مفيش فايده. عندي كل 5 دقايق مواعين. اهي السمك تمام. احط بقى التوابل مكانها عشان مش عايزه اكركبها، والله انا تعبت.
وطبعا هنا انا الرز بتاعي منقياه، وطبعا عشان الرز بتاع البلد بيبقى فيه تنقية كتير عامة، فبفتح عليه بقى حنفية كده، عصير فوم واتنين وتلاتة. بس هروح اقطع له طبعا البصلة الاول. معايا طبعا بصلتين متوسطين، هغسلهم بقى طبعا واخرجهم هنا ونيجي مع بعض عشان نستعجلوا. كده انا خرجت البصل ويلا بينا نحطه على النار. وطبعا انا هنا كده غسلت الرز، وطبعا ولعت على البصلة. طبعا انا عندي هنا دي، فهعوز، انا بحب اعمل الدقيق يا دوبك كده على القد عشان ما يفيدش مني ويبوظ، عشان حرام يعني، عشان ما يبقاش حرام. انا بحط 5 6 معالق كده ولا حاجة، ولو عوزنا انا بحط تاني كده كفاية، عشان لو عوزت احط. تمام اهوت، هولع الاول على الطاسة تسخن. وهنا طبعا كده يلا السمك، بسم الله ما شاء الله، انا جايباه حجم متوسط. زي ما انتوا عارفين احنا ما بنحبش الكبير، بنحب الحجم المتوسط، بنحسه حلو كده، بيبقى مسكر وحلو. عشان الكبير بيبقى متفل ما بنحبوش ولا بجيبه بصراحة. كده هو ايه يا ام مليكة ما بتتكلميش معانا ليه؟ اقول لكم انا فاصلة بأمانة، مش قادرة اتكلم، طاقتي خلصت. فعلا بجد الواحد لما بيبقى عنده طاقة كده. طبعا انا هحط الرز، البصلة بتاعتي كده احمرت. هحط بقى الملح، وهحط شوية من الكمون، وشكرا على كده. هحط بقى المية، وبقى روح الله معك. وطبعا السمك اللي اتعمل عشان الزبدة ده، فانا هنزل بيه. اهو تمام. هنروح بقى ايه، نعمل شوية كمان ونيجي. هنعمل بقى شوية اقطع طماطم وبصل. مش هعمل سلطة عشان انا ما عنديش خيار، ما جبتش السوق دوت خيار بصراحة، مش هحط خيار. انا هستكفى اقطع كده طماطم طرنشات وبصل اخضر عندي، وهيبقى كده 100 فل و14. وبالمناسبة السمك دوت الكيلو ب40 جنيه.
فاكله مش هتكلفك ال 100 جنيه بصراحه مش هتكلفك 100 جنيه. انا كده خلصت وهستنى بقى السمك عشان احط الرز التاني. طبعا عندي الرز بتاعي اتشرب الميه كده، هوطي عليه خالص كده، وطيت عليه تمام. والسمك بتاعي اهو كده اهو. بصوا بأمانة روعة روعة بجد بجد روعة. الريحة بتاعت الأكل البيتي كده بتحسسكم إن أنت ست بيت وبتعملي الأكل طبعا في بيتك وفي مملكتك اللي أنت فيها، تطبخي تعملي أي حاجة أحسن 100 مرة ما أنت تروحي تعملي الأكل الجاهز، ولا بيشبع ومش حلو والله أعلم معمول إزاي. فما تتكيش على الأكل الجاهز ده خالص، مفيش أحسن من إيدك أنت اللي تبقى في الأكل ونفسك أنت اللي يبقى في الأكل، عشان جوزك يبقى مطمن، يبقى عارف ان انا سايب واحده في البيت تمام. يبقى لو كان لقمه بره عند حد هيفتكر طعم الاكل بتاعي ده، يقول ده طعم يعني اكل مراتي طعم كذا. الا بقى لو انت فرشه بقى وهتفضحينا بقى وهتجيلنا تاني يوم بتاكل البسكوت. فانا كده تمام، ما كملتش بالظبط 11 دقيقه معاكم اهو بالظبط كان الاكل على طول. وقولوا مثلا ربع ساعة بالظبط، قولوا ربع ساعة أنا بجهز، عشان خاطر أنا في حاجات ببقى بعملها ورا الكاميرا زي ما الضغط في ثانية مش عارفة ايه الكلام دوت. فأنا كده ناخد اللايك بأمانة عشان الواحد فصل. فطبعا أنا قلت لكم إن أنا مش هعمل سلطة، ولكن لازم أعمل سلطة، هعمل بقى وخلاص. طبعا انا قلت لكم ان انا مش هعمل سلطه، بس انا اضطريت اعمل سلطه. ليه؟ عشان خاطر مليكه بنتي بتحب السلطه جدا مع الرز. من غير خيار، من غير خيار. انتوا عارفين ان مليكه مش هتقف على حاجه، عارفين ان مليكه على طول بتمشي اي حاجه، اي حاجه بتمشيها. وانا هنا كده طلعت السمك بتاعي مش محروق. هروح بقى اعمل السلطه بسرعه واجي. وطبعا كده انا خلصت، ناقص اعصر بقى الليمونه، وحرفيا اتهلكت. وبرضك لما ناكل برضك في مواعين هي الغسيل، واحد قرف. هنخلص بقى الليلة دي امتى؟ احنا مش هنخلص في الليلة بتاعتنا دي. بس بقى طبق سلطة ولا من غير خيار، من غير خيار عادي وعادي خالص تمام. معانا هنا بقى كده السلطة بتاعتي، وادي السمك، وطبعا الرز اللي زي العسل اهو. وطبعا انا خدت من السمك عشان ادي لحماتي، وحطيت لها سلطه وحطيت لها طبعا رز. وادي اكلنا النهارده، ودوت بحط لمليكه فيه شويه رز والاكل بتاعها. وادي كده دوت النهارده كان غدا يا حبايب قلبي. ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل جديد من حبيبتكم واختكم وصاحبتكم وكل حاجه من مليكه. هروح بقى نتغدى عشان انا بجد خلاص هتغدى وارتاح لي بقى ساعه ولا حاجه كده، وكفايه قوي علينا كده بقى نجوع اخر الليل بقى مع بعض بالليل.